شو كيف كان شعورك وانت وملقي القبض عليه صدام؟ كنت تتوقع ان النهايه له سياده الرئيس هو اللي عمل في نفسه النهايه دي. قاعد يقول لك انا عندي النووي ولا عنده النووي ولا عنده هباب. هو كان معاه شويه فلوس وعاوز ياخد فلوس البترول اللي في الخليج كلها عشان يبقى قوه كبيره وعاوز يبقى زعامه. بس الزعامه مش بالعافيه وتخوف الناس ابدا اطلاقا يعني. لكن قوه ايه يعني؟ طب ما هو مع ايران حربه 8 سنين. شوف موت كم مواطن عراقي. شوف الاقتصاد العراقي اتبهدل قد ايه. كان الفلوس اللي صرفها على القتال كان زمان العراق دي اغنى دولة عربية في المنطقة، اغنى من السعودية وغير السعودية، اغنى من الكويت، اغنى من الامارات، لو فلوسها استخدمت استخدام الصحيح. دولة فيها نهرين، فيها ارض زراعية تاكل العالم العربي كله، فيها بترول واحتياط